تخيل ان الدولة اللي انا فيها دي بتطلب فلاحين يشتغلوا عندها عشان تقدر تحافظ على الانتاج الزراعي بتاعها بسبب النقص في العمالة المحلية. فتخيل انك تروح تقدم في السفارة على فيزا فلاح. وانا في هولندا واحد صاحبي قال لي على اغرب فيزا سمعت عنها، وهي فيزا العمل الموسمي، واللي بتسمح ليك تشتغل بيها لمدة 24 اسبوع في مجال الزراعة في هولندا براتب شهري من 2389 ل 2500 يورو. ده غير السكن اللي مسؤول صاحب العمل يوفره ليك. الفيزا متاحة للمواطنين غير الأوروبيين بشرط انك ما تكونش قعدت اي مده غير قانونيه في هولندا خلال 3 سنين. هتحتاج لعقد عمل من شركه معتمده في هولندا، وفحص طبي، وباسبور ساري 6 شهور، وتقدم الطلب اللي هيكلفك حوالي 228 يورو، وبعدها تستنى موافقه الفيزا اللي بنسبه كبيره لو ورقك سليم هتاخدها. وده لان هولندا واحده من اكبر الدول في العالم تصديرا للمنتجات الزراعيه رغم حجمها الصغير. فلو مهتم تشتغل فلاح في هولندا سيب لي كومنت وانا هبعت لك التفاصيل عنها. المهم ما تنسانيش من المحصول اللي ناوي تزرعه.